السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي يوميات إيمي. تعالوا أقول لكم على تجربتي داخل فندق في محافظة أسوان. الفندق ده موجود على كورنيش النيل، وده شكله كده من بره. الفندق ده اسمه إيه؟ اسمه بيراميزا إيزيس، وده كان زمان. دلوقتي اسمه أوبليسك نايل، وهو موجود على كورنيش النيل. وده اللوبي من جوه الريسبشن. الريسبشن طبعا جواه ستاف ناس محترمة جدا وذوق جدا في المعاملة. تعالى افرجكم بقى على شكل الاوتيل من جوه عامل ازاي. الاوتيل فوق الرائع، من ناحية النظافة ومن ناحية الهدوء ومن ناحية الشكل الجمالي اللي جوه المكان. تعالوا يلا اوريكم بقى واحدة واحدة كده المكان من جوه عامل ازاي. السلالم دي احنا نزلنا من عليها طبعا بعد ما كنا في الريسبشن. كده احنا ماشيين رايحين تجاه الغرف. كمان واحنا ماشيين ناحية تجاه الغرف قلت بقى ايه اصور لكم اوريكم المكان من جوه عامل ازاي. على يمنا في البوابة الصغيرة دوت الباب الخشب، في مطعم اللي هو الشباك بتاعه اللي احنا شايفينه، وادي الازاز الشبابيك الازاز ده بتاع المطعم الصغير. كمان هنخش كده هنلاقي فيه قعدات. القعدات دي كراسي بامبو وترابيزات، تقدر بقى الولاد يلعبوا في الجاردن دوت، او ممكن الاسر يقعدوا فيها يستمتعوا بالشكل الجمالي. يلا تعالوا بقى بسرعة اوريكم شكل الغرف من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لكم مفيش غرفه موجوده جوه الاوتيل الا لما هتلاقيها بتطل على منظر طبيعي. كل المكان وكل الغرف اللي موجودة هتلاقيها بتطل على المناظر الطبيعية والشكل الجمالي اللي عينيكي شايفاه دلوقتي. تعالوا بقى نخش على الغرفة، ودي كانت الغرفة اللي احنا نازلين فيها. يلا تعالوا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الأوضة. ده شكل طبعا بعض الغرف بتاعة الأوتيل. فيه طبعا سرير وغرف سريرين، وفيه طبعا غرف 3 سراير زي ما طبعا الأسر اللي رايحة. دي كانت أوضتنا بقى كده على الطبيعة. الأوضة طبعا كنا احنا 2. الأوضة متوفر فيها بقى ايه سريرين، وكمان متوفر فيها جزامة تحط فيها الأحذية بتاعتك. خلاص، ده شكل الجزامة اهو. متوفر كمان دولاب جواه شماعات وجواه أرفف علشان ترصي فيه الحاجة بتاعتك، في فتلة وخيط عشان لو حاجة اتقطعت. في كمان جوه الدولاب في خزنة تحطي فيه الحاجات المهمة بتاعتك. في تكييف داخل الغرفة، كاتل وكمان مجات وشاي وسكر ونسكافيه. ده المكان اللي بيحطوا فيه المية المعدنية داخل التلاجة. كمان ده شكل التويلت، موجود فيه شاور وشامبو، موجود فيه استشوار عشان تنشفي شعرك. كمان حبيت اصور لكم شكل قعدة التويلت عشان اقول لكم قد ايه ان هي كانت نظيفة. ده كابينة الاستحمام، ودي قعدة التويلت اهي بصوا زي الفل، والسيراميك زي الفل. كابينة الاستحمام من جوه تعالي يلا اوريها لك اهو. كمان متوفر طبعا يعني المية السخنة. في عندنا بشاكير وفي فوط عشان خاطر الاستحمام، وفي كمان شفاط جوه التويلت. لو انت عايزة بقى تستخدمي حاجاتهم من البشاكير والفوط او تستخدمي حاجتك الشخصية براحتك. لفة كمان مرة اهو على شكل الغرفة. طبعا عايزه اقولك ده الفيو بقى بتاع الاوضه، بصوا بيطل ازاي. مش انا قلت لكم بيطل على المناظر الطبيعيه. ده من ورا ازاز الاوضه. طب تعالوا نشوفه من بره. من بره بقى حاطين قدام كل غرفه حاطين فيها كراسي من هي كراسي البامبو والترابيزه. طبعا عايزه تقعدي قدام الغرفه براحتك وتسهري بقى بالليل او الصبح عايزه تقعدي شويه قدام الغرفه بتاعتك. حبيت بقى انزل على السلالم. تعالوا يلا معايا هوريكم بقى شكل البسين. البسين جوه تحفة تحفة بجد موجود. هوريهولكوا دلوقتي برضو على الطبيعة. زي ما قلت لكم ان الفندق ده هو موجود على كورنيش النيل، وكمان بيبعد حوالي 5 دقايق بالعربية من وسط مدينة أسوان.
الفندق طبعا متوفر فيه خدمة الواي فاي. وزي ما قلت لكم كل غرفة بتطل على الحديقة والمناظر الطبيعية. موجود عندهم في مركز لياقة بدنية وخدمة التدليك. يعني وكمان ايه، يعني كمان متوفر فيها خدمة استقبال من وإلى المطار. طبعا هو يعني مواصفات الفندق، تعالى اقول لكم هو متصنف هو ايه. مواصفات الفندق بقى هو 3 نجوم يا بنات، عشان خاطر بيطل على النيل. احنا كده طالعين، بصوا على السلالم. تعالي تعالي تعالي، بصي بصي بقى، يلا بصي بعينيكي كده. شوفي بقى حمام كبير، وقد ايه بجد فيه خصوصية، يعني مفيش هتلاقي حد هناك بيضايقك ولا حد بيزعجك. هناك الحمام موجود معاه بار وكراسي شمسية. يعني موجود طبعا زي ما قلت لكم البشاكير والفوط الخاصة بحمام البسين. لسه ما خلصناش، اوعي تمشي، تعالي هوريكي، ده لسه هفرجك على شكل التراث اللي احنا فطرنا فيه وشكل المطعم من جوه كان عامل ازاي. انا كل ده بوريكي كده المكان بتاع حمام البسين، لانه عاملين كمان قعدات بعد ما تخلصي وحابة تقعدي تشربي بقى حاجة، تقعدي تريحي شوية وتنزلي تاني. يعني ده الشكل اهو. حبيت طبعا اصور الصبح بدري، انا كنت مصورة حوالي الساعة 6:30 الصبح، قبل ما الناس تبتدي تصحى وتقعد، عشان خاطر ما صورش حد وضايقه، ويكون المكان اصوره بقى براحتي كده. هنا ايه، احنا وصلنا على المكان اللي هو التراث اللي انا كنت بحكي لكم عنه. وده بقى المطعم يا بنات اللي هو بيحتوي على تراث، ده جنب نهر النيل. طبعا تقدري ان انت تستمتعي بوجبة الفطار ووجبة المساء في المكان ده. بالليل بيبقى مشغلين ميوزك وبيبقى المكان لطيف جدا. ده شكل المطعم من الداخل. وطبعا بعض النماذج من الفطار. ده شكل نهر النيل. انا طبعا بصوره لكم كده من مكان التراث. كنت وانا واقفه كده بشوف سمك، من هو السمك الصغنن قوي ده، كان بيبقى عايم على وش الميه. انا حقيقي بجد يعني اتبسطت جدا بتجربتي داخل الاوتيل. الناس الاستاف في الريسبشن، حتى الاستاف من العمال والعاملات هناك بيتعاملوا بمعاملة في منتهى الذوق. هم اصلا كمان اهل وشعب اسوان كلهم ناس طيبين وناس محترمين الحقيقة، اشهد لهم. طريقة تعاملاتهم في منتهى الرقي. الحاجة الوحيدة علشان خاطر أكون أمينة جدا معاكم، المكان حلو جدا، بس أنا لاحظت إنه هو في إبراس هناك. الناس اللي ما تعرفش ايه هو البرص، فهو حاجة كده يعني بتاع حوالي 5-6 سنتي، بتزحف على الحوائط واللصقف. فأنا لقيته موجود في سقف التراث. يعني عدد مش قليل، كان كلهم بيجروا كده في السقف. ولما طبعا كلمنا الاستاف اللي موجود، فقالوا ان احنا بنرش كتير، وده بيبقى موجود في فترة الصيف. انما طبعا الغرف احنا بنبقى حريصين جدا جدا على نظافتها ورشها، وده بيبقى بعيد خالص عن الغرف. فانا حبيت طبعا اكون امينة جدا معاكم، ايه الحاجة اللي انا لاحظتها والحاجات اللي انا اتبسطت فيها في المكان. وزي ما انتم متعودين معايا ان انا بعمل لكم ريفيو على كل مكان انا بروحه، وبقول لكم تجربتي مع المكان، من كان المكان ده كان كويس استفدت منه، ولا المكان دوت كانت تجربتي فيه ما كانتش حلوة. فحب بنقلها لكم اول باول.
أنا طبعًا المكان قعدت فيه يعني فترة كويسة، وقد إيه أنا وأنا ماشية بصراحة كان صعبان عليّا إن أنا ماشية، لإن المكان كان حلو أوي، شايفين شكل التراث من يعني بالليل شكله حلو أوي، والصبح حلو أوي، فيعني بصراحة ما شاء الله منظر يهدّي الأعصاب. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.